حكايتنا النهاردة عن فيلم غير القانون المصري. تعالوا نعرف الحكاية ايه. في يوم من الأيام اتصل الفنان فريد شوقي بالفنان أحمد مظهر وسأله هو لو المسجون مراته على وشك الموت مش من حقه يخرج ويشوفها؟ ومن هنا جت فكرة الفيلم، وبدأ الفنان فريد شوقي في كتابة فيلم كلمة شرف. وعشان فريد شوقي يقدر يقنع رشدي أباظة بالظهور بمشهد واحد في فيلم كلمة شرف، اتصل فريد شوقي برشدي وسأله بخبث شديد: يا رشدي، أنا محتار في حاجة كده، عايز أخد رأيك فيها. بعمل فيلم أنا وأحمد مظهر ومحتاج ممثل يظهر في مشهد واحد لكن من أهم مشاهد الفيلم، ولازم الممثل يقنع الناس إنه هيرعب أحمد مظهر ويخوف فريد شوقي. تفتكر مين يا رشدي؟ مين يقدر يخوف فريد شوقي وأحمد مظهر غير رشدي أباظة؟ وبالفعل استطاع إقناعه بالمشاركة بمشهد واحد في الفيلم، وتم عرض الفيلم 1972. بعد عرض الفيلم تم تغيير قانون السجون وإعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء، وتم إعادة صياغة القوانين وأصدر قانون جديد، وأصبح من حق السجين الخروج من السجن في ظروف وضوابط معينة. أيام ما كان الفن أداة مهمة لتغيير الواقع، لما كان عندنا فن، رحم الله عمالقة السينما فريد شوقي وأحمد مظهر ورشدي أباظة. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.